السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المتابعين في كل مكان وطيب الله أوقاتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد واللايك. انتشرت أغنية بعنوان مش غلط. كلمات الأغنية الحبيب يقول لحبيبته مش غلط نشرب سوا شاهي ونتمشى سوية، مش غلط نخفى ونجلس وحدنا حتى العشية، ايش بنخسر لو لعبنا او تعبنا من كلام الحب ونصفنا القضية، ايش بنخسر لو سمعنا ضحكتك يا شرعبية، ايش دخلنا ليش تثيروا القضية وطلعتوها ترند، اجلسوا العشية واشربوا شاي سوية والعبوا وتعبوا ونصفوا القضية، وايش دخل عارنا منكم انتو وشرعبية، ما بش داعي تثيروا القضية وتسووا اغنية وتجروا بنات الناس الى المعصية. مش غلط الأغنية تعتبر تحريض للشباب والبنات لما يجلسوا وحدهم يلعبوا والشيطان يلعب معاهم، مش غلط الشباب لما يتمشوا مع البنات الشيطان يتمشى معاهم، مش غلط لما يخرجوا يشربوا شاي سوا ويجلسوا للعشية الشيطان يشرب معاهم ويوسوس لهم ويوقعوا في فعل الفاحشة. وأقول غلط في غلط. كلمات هذا الأغنية التي تجعل من المرأة عبارة عن سلعة للتسلية والمتعة وقضاء أوقات ممتعة، وكأن المرأة أضحوكة جاي يقول لي تعالي نشرب شاهي لوحدنا وعادي لو لعبنا شوية لوحدنا وأنصفنا القضية يا شرعبية. قولوا لي إيش من لعبة يلعبوها شوية علشان ينصفوا القضية، وإيش من كلام فاضي، وهل عاد إحنا ناقصين ضحك على بنات الناس تحت مبرر الحب يا عيباه؟ يا حبيبي من أحب عليه أن يأتي من الباب وليس من الطاقة. وبعدين هذا صنف من الناس الذي ينادي بهكذا حب يؤيد مثل هذه الكلمات، تجد أهل بيته يتمنوا منه الكلمة الحلوة وهو ينثر كلام الحب على بنات الناس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم هناك أغاني تتغزل في المرأة وفيها كثير من الجراءة المبالغ فيها وهذا غلط، ولكن ما سمعنا في هذا الأغنية تعدى حدود الجراءة، لا طلعت غزل ولا رومانسية، ولكن الملاحظ إنها تدعو لهدم قيم الدين وقيم المجتمع وأخلاقياته، وأتحدى أي شخص يبرر أن يرضى الواحدة من أهله أن تعمل مثل ما جاء في هذه الأغنية. جاي يقول لي تعالي نشرب شاهي سوا لوحدنا ونلعب شوية.